بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين، أينما كنتم متابعي لاين سبورت ومتابعي القناة السعودية الرياضية الثانية، نحييكم مجددا ومع مجريات الشوط الثاني الذي انتهى شوطه الأول بنتيجة 12 هدف مقابل 12 هدف بين الجيش القطري وبين الخليج السعودي. إدواردو يحاول الدخول وتردد ومحاولة الاختراق من مهدي سالم، تصل إلى ماركو وإدواردو يسدد، تصل مجددا إلى مهدي سالم، والمتابعة تأتي من حماد النقيب وتضيع هجمة كانت للخليج. الدخول الآن إيفان ديكوفيتش وثمانية دوسكو يلعبون الآن بنفس تشكيلة بداية الشوط الأول، باستثناء حسن مبروك اللي دخل مكان ألكسندر. تصدي من محمود العجمي، برافو عليك يا محمود. التصدي أتى من محمود العجمي الذي لا يقل مستوى وأداء عن عبد الله العلي في هذه المباراة حتى الآن. ماركو محاولة الدخول إلى الدائرة، مهدي سالم، وهناك صافرة وقرار يأتي الإيقاف يأتي على اللاعب رقم 7 محمود عثمان. واضح من خلال الإعادة، واضح الحجز والدفع لمهدي سالم. لو كان مهدي سالم لف جسمه بقوة باتجاه المرمى كان بالإمكان أن يحصل على رمية 7 أمتار. 14 الخليج، الجيش القطري 13. دفاع متقدم ومحاولة الدخول، ولكن ماركو أيضا يتصدى للاعب دوسكو سيلكا، وهناك اعتذار. دوسكو سيلكا يحاول التسديد والدخول ورمية 7 أمتار مستحقة أيضا. إذا بلاش من تضييع رميات ال7 أمتار، مكان جميل ورمية 7 أمتار لأن الدفاع من داخل ال7. ماركو يتصدى لرمية 7 أمتار ويأتي بهدف التقدم في الدقيقة السادسة. يجب أن نبعد شوية، يجب أن نفرق ب3-4 أهداف حتى نلعب بشكل مريح. هدف واحد، هدفين، 3 أهداف لا يمكن أبدا. إيفان اللاعب الكرواتي، حسن بلال ودوسكو، والدفاع المتقدم إلى حسن، عدت على العجمي. يحتاج هذا الوقت، أنا في وجهة نظري يحتاج إلى عبد الله العلي. إذا الدقيقة السابعة أعزائي المشاهدين، تبقى النتيجة على ما هي عليه، 15 الخليج 15 الجيش القطري في أقوى مباراة البطولة الآسيوية ال14 والتي يستضيفها نادي الخليج من دمام. على الدائرة تصل محمد الشايب، يأتي بالهدف. كرة جميلة كانت من مهدي سالم وتقاطع جميل من محمد الشايب. هذا المطلوب، لازم تفاجئ المهاجمين بأي حركة قاطعة وتحرك بدون كرة لعل وعسى تفتح ثغرة لزملائك اللاعبين للتمرير. هذه الإعادة، وهذا فعلا المكان الجميل اللي استطاع محمد الشايب أن يقطع على خط ال6 متر ويستلم له كرة جميلة كانت من مهدي سالم. التسديدة ومحاولة اللعب على الدائرة، ولكن هناك اللاعب إيفان، ذكاء من هذا اللاعب. قطعت ولكن تعود مجددا لصافرة من خطأ محتسب، والعجمي يتأهب ويصد. برافو يا محمود، تعود مجددا. ماركو نحتاج هدف ثاني يعزز التقدم قليلا، ونحن نمضي في الدقيقة 9 بالتحديد. ومحاولة الاختراق ومحمد الشايب، والتصدي من النقيب، والتصدي هذه المرة من النقيب. طالت، عادت مرة ثانية. عباس خلصها في المرمى يا عباس حطها في المرمى، برافو يا عباس عوض محمد الشايب، وبالتالي وصلنا لفارق هدفين مع نظرة غير راضية من قبل
المدرب أكرم جانيتش. الخليج يتقدم، الكسندر زج به المدرب الآن، الكسندر الآن زج به أكرم جانيتش للعب الآن لعمل دور ويأتي بالهدف. يأتي حسن مبروك عواضة بالهدف السادس عشر، ونعود لفارق الهدف. مضايقته يعني أكثر من هدف. حسن مبروك يأتي ويشوت ولا حد أي لاعب يضايقه، يعني صعب على الحراس. يجب أن يقابل، يجب أن يقابل من خط 9 متر، ولا يجب أن ينتظر عليه على الإطلاق. لاعب قوة جسمانية كبيرة، وبالتالي قادر أن يسدد بشكل مريح باتجاه المرمى. مهدي سالم يحاول الدخول، وبرافو يا مهدي، أول دخول بكرة كانت جميلة من مهدي سالم، واختراق ومباغتة الحارس حمادة نجيب. مباراة جميلة، مباراة تعد من أقوى مباراة البطولة حتى الآن، عطفا على الأداء وعطفا على نتيجة اللقاء حتى الآن. 18-18. مهدي سالم يحاول الاختراق والدخول، إدواردو يحاول، تصل مجددا إلى عباس السيهاتي، يحاول الدخول وخطأ محتسب. طبعا الخليج يحاول أن يقتل الوقت شوية باعتبار أن ماركو دخول رائع من إدواردو، دخول رائع من إدواردو وهدف. يعني الجناحين يجب أن يعملون تمريرة غير موفقة أبدا على الإطلاق، تعود مرتدة وحسن والتصديات. برافو يا محمود، برافو يا محمود، نجم يا محمود. قايل لكم مستواه لا يقل تماما عن مستوى عبد الله العلي، وبالتالي هو يؤدي بشكل جميل ويوقف أيضا الجماهير. كل الكرات فعلا كانت جميلة تصدى لها محمود العجمي. مهدي سالم، هذه الهجمة أعتقد أنها راح تكون مفصلية. إذا ما أتينا بالهدف الرابع في هذا الوقت بالتحديد سوف تكون مباراة مفصلية. مهدي سالم، ولا لا 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 لا، رمية 7 أمتار وإصابة لمهدي سالم. حنشوفها بالبطيء، حنشوفها بالبطيء، حنشوفها بالبطيء، ما يفوت شيء أبدا على مخرجنا في هذا اللقاء. هذا مهدي سالم، وهذا الدخول، وهذا ايد اللاعب، وهذه ايد اللاعب طبعا غير متعمده. حماد النقيب، ماركو تعود مجددا ويكمل يكمل يكمل. حكم يقول العب الكرة من مكانها. 11 كمال الدين معلاش يحاول الاختراق والدخول ويأتي بالهدف. هناك ثغرة بين مهدي سالم وأيضا بين اللاعب ماركو. أتى اللاعب بهدف 20 ماركو، ومحاولة التسديد والنقيب يتصدى، غير موفقة من ماركو في هذا الوقت بالتحديد. 23-20. هل يعود الجيش القطري؟ توصل إلى الدائرة وإلى يعني أعطي راحة تماما من خلال التسديد، ولكن إلى الأوت ورمية 7 أمتار. خلنا نشوفها بالإعادة، خلنا نشوفها من خلال الإعادة. يعني وصلت فعلا، هو إدواردو فعلا، إدواردو دفاعه من داخل ال6 متر. عبد الله العلي وكمال الدين معلاش والتصدي. برافو يا عبد الله، برافو يا عبد الله. في هذا الوقت بالتحديد، في هذا الوقت بالتحديد يتصدى عبد الله العلي برمية 7 أمتار. كان الخليج بحاجة ماسة لها من خلال صدة عبد الله العلي. برافو يا عبد الله. مهدي سالم، يجب أن نأتي بهذا الهدف لنحافظ على فارق ال4 أهداف. إدواردو، مهدي سالم، ماركو، عباس السيهاتي يجب أن يأخذ دوره في الجناح. محاولة الدخول من مهدي سالم والكسندر واقف بالمرصاد. إذا ضاعت على مهدي سالم ورجعنا مع فارق ال3 أهداف. يعني يجب أن نحافظ، يجب أن ندافع ب4 خطوات، ولكن هناك صافرة تأتي من الحكم الروماني. صافرة أتت من الحكم الروماني. دقيقة 26 وهدف يأتي من حسن مبروك عواضة. قلص الفارق إلى فارق هدفين وسلامات. سلامات. احتكاك غير مقصود، ويجب أن
يجب أن يكون هناك الروح الرياضية موجودة تماما. حتى مهدي السالم يتأسف منه ولكن لا يستحق. اعتذار من مهدي سالم وعدم قبول من حسن مبروك. لاعبين حتى الآن لم يدخلا الملعب نتيجة إصابة احتكاكهم مع حسن مبروك. إذا النتيجة سيداتي وسادتي 24 الخليج 22 الجيش القطري. يجب أن نحافظ على فارق الهدفين، يجب أن لا نتسرع في خسارة الكثير من الكرات. عباس الزيهاتي، مهدي سالم، ومحاولة الدخول ماركو والنقيب يتصدى. ماركو يجب أن لا تضيع مثل هذه الكرات أبدا. محاولة اللعب على الدائرة وهدف. محاولة اللعب على الدائرة والهدف يأتي من محمود عثمان. إذن نلعب مع النقص العددي الآن يصب لمصلحة الخليج السعودي. يجب أن لا تنهى هذه الهجمة إلا داخل المرمى. شوف فانيلة اللاعب، شوف فانيلة اللاعب عزيزي المشاهد. الهجمة اللي قبل أبدا تيشيرت اللاعب ممزق تماما، وبالتالي يجب أن نحصل على هذا الهدف. مهدي سالم، إدواردو ومحاولة الدخول إلى الجناح، محمد الشايب وما فيها شيء يقول، ما فيها شيء يقول حكم اللقاء. تعود مجددا، هل يأتي بالتعادل؟ العارضة تصد وصافرة تأتي من الحكم الروماني. 24-23 من أقوى اللقاءات في هذه البطولة بين الخليج السعودي والجيش القطري من أجل تصدر هذه المجموعة الثانية. مهدي سالم، مهدي سالم أوقف القلوب، مهدي سالم أوقف القلوب بهذا الهدف. 25 الخليج 23 الجيش القطري. يجب أن نحافظ. خلاص دقيقة 29 دقيقة متبقية. دقيقة وفرق هدفين، النتيجة طيبة جدا. الآن دقيقة واحدة. برافو عليك، برافو يا مهدي، برافو يا مهدي. هذا المطلوب، هذا المطلوب، المحافظة على الكرة لأطول وقت ممكن، ومن ثم التسديد في المرمى 100%. أيضا مع النقص العددي للجيش القطري. انظروا إلى هذه الجماهير فعلا الذواقة والمتعطشة إلى الكسب، إلى نتيجة هذا اللقاء الذي يجعلنا إن شاء الله في صدارة المجموعة. بالتأكيد حق مشروع وهدف ولا أروع. وين وكل قوة طلعت في هذه الكرة بين رجلين، يعني بلغة كوبري. هدف جميل أتى من مهدي سالم على مين؟ على حماد النقيب. الهدف ال25 مما يوسع الفارق إلى فارق هدفين. يجب أن نحافظ على الهدوء. دقيقة متبقية، يعني لو ضاعت هذه الهجمة راح أقول مبروك، لو ضاعت على الجيش القطري، ولكن ضاعت. خلاص نهدأ تماما. أمامنا 45 دقيقة معانا الكرة بفارق هدفين إن شاء الله مع وجود الخبرة. إن شاء الله أمامنا نص دقيقة. هل تسعف شباب أستاذ منصور هذه المباراة إن كسبنا إن شاء الله سوف تسجل للتاريخ، وإن شاء الله تعطينا دافع كبير لتحقيق النتيجة البطولة إن شاء الله. بمشيئة الله إن شاء الله تقطع، ولكن يحافظ عليها أيضا عباس الزيهاتي. واقتربنا من 20 ثانية، اقتربنا من 20 ثانية. إدواردو يحاول باصة طويلة تصل إلى عباس والدخول، والنقيب يتصدى. تعود مجددا ولكن لا وقت يكفي للجيش. وإدواردو يعمق فعلا هذه الكرة التي أضاعها الجيش القطري. وبهذا سيداتي وسادتي